يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم وزة من قناة وزة الفحار. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة الكشري المصري بطريقة حلوة جدا وسهلة وسلسة وبسيطة. انا هنا جبت بصلتين كبار، قطعتهم رفيع، وبعد كده انا محطتش عليهم بقى لا نشا ولا دقيق ولا اي حاجة. حطيت هنا كمية الزيت اللي انا هستخدمها للكشري كله، وحمرتهم فيها، وبكمل بقية التحمير بالشكل ده. انا بقى اللي انا حمرته اهو يا جماعة، عايزه اقول لكم بصوا، مقرمش وحلو جدا. وليه مقرمش؟ لان انا مقطعاه رفيع، مش مقطعاه تخين. فالرفيع ده هيطلع معاكي هاش وجميل طول ما فيه زيت غزير في الطاسه او في الحله اللي انت بتحمري فيها. تمام. بعد كده بقى وكنت سلقت المكرونه، مكرونه صغيره على مكرونه اسباجيتي. ادي المكرونه اهي يا جماعه، بعد ما اتسلقت بتسلقي المكرونه عادي خالص، بس ما بتهريهاش. تمام. انا سلقت الاتنين مع بعض على فكره في نفس الحله. وهنا يا جماعه العدس انا اديته تشويحه كده صغيره، وبعد التشويحه دي قمت نازله عليه بميه سخنه. الكلام ده بعد ما حمرت فيها البصله والزيت، خدت من الزيت من اللي انا كنت عامله فيه البصله حطيته على الشعريه هنا، وجزء حطيته علشان خاطر اعمل بيه الصلصه. وهنا يا جماعه كان العدس استوى 3/4 سوا، هنزل عليه بالرز. تمام. انا بحط مقدار العدس اكتر شويه من الرز، يعني اللي هو مثلا ايه، لو كوبايه عدس قصادها كوبايه نص كوبايه رز، كوبايه الا ربع رز. كوبايتين عدس يبقى كوبايه رز، كوبايه ونص. تمام. هقلب، والبهارات بتاعتي يا دوبك بس هتبقى ملح وفلفل وكمون وحبه كزبره صغيرين. وهنا يا جماعه الشعريه كمان اهي. تمام. دي هنا بعد ما اتحمرت وحطيت عليها ميه واتشربت، فهي بقت شكلها. وهنا يا جماعه بعمل الصلصه، انا حطيت معلقه ثوم او معلقه ونص، وبعد كده حطيت عليهم كزبره وحبه كمون وحبه ملح، وهخليهم يتعملوا مع بعض، يتشوحوا شويه مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بحبه خل. وبعد ما انزل بالخل هقوم نازله عليها بالصلصه. عندك طماطم وعايزه تحطي طماطم اوكي، ما عندكيش اكتفي بالصلصه. ودي برضه هتتبل، هي خلاص اوريدي متبله، هي مش هتبلها تاني. وهنا يا جماعه انا بعمل الشطه الزيت، حطيت حبه زيت وحطيت عليهم شطه هيتحمروا مع بعض. كنت عندي بقى هنا مجهزه الفلفل الاخضر ده متقطع بالشكل ده، الفلفل كده، وعندي كمان طماطم مقطعه بالشكل ده. اول بس ما هنا تاخد لون وريحتها تطلع معايا، هنزل عليها بالفلفل، وبعد كده هنزل عليها بكبشتين 3 من الصلصه اللي هي معموله للكشري. واخر حاجه هحطها هتبقى الطماطم عشان ما تتهريش، انا عايزاها زي ما هي كده كانها متقطعه، يعني انا مش هحط الطماطم غير لما احط اغرفها في البوله. وادي يا جماعه شكل الكشري اهو. عايزه اقول لكم الرز مفلفل والدنيا حلوه جدا. وحطيت بقى ادي الصلصه الشطه، حطيت الطماطم في الاخر، وعملت جنبه صلصه، وعملت كان عندي الفجل الاحمر ده قطعته مع الليمون مع البصل المكرمل ومقرمش. وهنا دي دقه، طبعا عايزه تحط لها شطه براحتك، مش عايزه، انا اكتفيت بالشطه بس اللي موجوده هنا. وهنا دي الصلصه اهي. في النهايه